مساء الخير عليكم. النهارده انا هحكي لكم عن شارع معروف جدا في القاهرة، موجود في شرق القاهرة. شارع ومنطقة، شارع ابن سندر وحي القبة. هنتكلم عن الاتنين. حي القبة ده في شرق القاهرة عند قصر الطهرة، المنطقة المحيطة حواليها قصر الطهرة. المنطقة دي يا جماعة عمرها آلاف السنين. من المعروف إن نهر النيل كان له 7 أفرع. الفرع الشرقي معروف باسم بحيرة الطينة، على ضفافها اتأسست مدينة أون، عين شمس، هوليوبلس، وكانت مدينة اتعملت مخصوص لعبادة الإله رع. واتعملت فيها أقدم جامعة كان عمرها 77 قرن، درس فيها أغلب فلاسفة الإغريق. من أهم منجزات الجامعة دي اتعمل التقويم الشمسي. يوليوس قيصر بالمناسبة نقل التقويم الشمسي لروما سنة 46 قبل الميلاد. نيجي لفترة احتلال الرومان لمصر. لما احتلوا الرومان لمصر دمروا المنطقة دي بالكامل ونقلوا كل آثارها وكل حاجاتها التاريخية، ومن أهمها مسلة فلامينا اللي موجودة في روما. نيجي بعد الفتح العربي، اتعرفت المنطقة دي باسم منية مطر، واتعرفت بعد كده اسم المطرية. المنطقة دي كانت بتضم القبة والزيتون والمطرية وعين شمس. ليه اتسمت بمنية مطر؟ عشان يرجع لاسم الأمير مطر. ده كان والي مصر أيام الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. ومن أبرز معالم المنطقة دي شجرة السيدة العذراء مريم، وجنبها بير بليسان، بير البليسان. وفيها المنطقة دي نبتة البليسان اللي بيطلع منه دهن، والدهن دون بيساهم في علاج كثير من الأمراض. والدهن دون بيساهم في علاج كثير من الأمراض. قصة نبتة البلسان، يقال إن السيدة العذراء مريم لما جت مصر وقعدت في المكان دون غسلت هدومها، وهي بتنشر هدومها جت شوية مية وقعت على الأرض، نبتت النبتة دي. و... وذكر ابن إياس في بدائع الزهور إن سليم الأول لما جه مصر راح للبير دون وحرص إنه يغسل وشه فيه. وبالمناسبة نبتة البلسان كان كل حكام مصر حريصين إن هم يدوها هدايا لكل حكام أوروبا. نيجي بقى لقصة شارع ابن سندر. ش- شارع ابن سندر دون يرجع للصحابي ابن سندر. ابن سندر دون كان عبد عند روح ابن زنباع الجزامي. روح ابن زنباع الجزامي كان بيعامل ابن سندر معاملة وحشة، فابن سندر اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول وصى بيه خير، ولما جه الفتح العربي لمصر سيدنا عمر وقف له أرض في مصر وقتها، وكان اسمها منية الأصبع. ليه اتسمت منية الإصبع؟ لأن بعد ما ابن سندر مات اشتراها الأصبع بن عبد العزيز. وفي المكان دون عقد الإصبع بن عبد العزيز قرانه على السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنه. ومنطقة القبة اتعرفت بالاسم ده ليه؟ لأن كان المهدي الدور كان معروف إن المهدي ابن الدودار معناها اللي بيبلغ رسائل السلطان، عمل فيها قبة فخمة قبة فخمة للاستراحة فيها. وكانت القبة أسطورية، وكان بيتفسح فيها كل سلاطين المماليك من أول قايتباي لحد السلطان قنصوة الغوري، ويرفعوا عن نفسهم في المنطقة دي، في القبة دي. وكانت المنطقة دي معروفة باسم خليج الزعفران، واتعمل فيها قصر معروف اسمه قصر الزعفران، اللي هو مكانه دلوقتي جامعة عين شمس حاليا. بعديها اتعمل قصر فخم اسمه قصر القبة، وقصر كبير كان أكبر قصر وقتها. عمله إبراهيم باشا على مساحة 180 فدان، ورثه بعديها ابنه مصطفى فاضل. وكان في خلاف بين مصطفى فاضل واخوه الخديوي اسماعيل، عشان فرمان سلطاني حصر وراثة العرش في الخديوي اسماعيل وذريته. فالمهم
مصطفى فاضل باع القصر للخديوي إسماعيل سنة 1866، وبعدها ب6 سنين 1872 الخديوي إسماعيل ادى القصر دون لابنه توفيق، واتجوز فيه أمينة بنت إلهامي بنت عباس حلمي. وكان توفيق اتعزل في القصر دون، وكان عايش لوحده، وعايش يعني مش اتعزل، عاش حياة شبه عزلة، لأنه ما كانش محبوب، من البيت الحاكم، لأنه ما كانش ابن أميرة، كان ابن جارية اسمها شفق نور. ولما ارتبكت أحوال مصر في أواخر أيام الخديوي إسماعيل طلعت إشاعة إن السلطان العثماني هيخلع الخديوي إسماعيل وتوفيق هيبقى مكانه. فبعد كده راح توفيق، ما كانش لسه بقى خديوي، نقل مقر إقامته لسراي الإسماعيلية اللي هو مكانه دلوقتي مجمع التحرير، عشان يكون قريب من الأحداث، علشان لو جه الفرمان على طول يروح لقصر عابدين ويبقى هو الخديوي. وكان بيزور وقتها كتير من كبار رجال الدولة والأعيان على أساس إن هو هيبقى الخديوي فيما بعد. لكن لما الخديوي إسماعيل عرف بالكلام دون خاف منه، قال لك يعمل عليا انقلاب، وحدد إقامته في قصر القبة. وبعدين الإشاعات دي اتأكدت إنها حقيقي فعلا، طلع فرمان فعلا بعزل الخديوي إسماعيل وتعيين الخديوي توفيق مكانه. فالخديوي إسماعيل سمح لتوفيق إن هو يرجع قصر الإسماعيلية. وبكده نكون ادينا موجز ظريف عن منطقة القبة وشارع ابن سندر. أتمنى تكون عجبتكم.